أول مصطلح كيخلعك في نظرية التعلم وهو الجشطالتية. نسى عليا الكتوبة. الجشطالتية ببساطة كتقول ليك شوف الصورة كاملة. تخيل أنني نجيب لك رويدة وباب وموتور محطوطين في الأرض، واش هادي طوموبيل؟ طبعا لا، هادو غير طراف، ولكن مني كنجمعوهم ونركبوهم عاد كيعطيو معنى. ونفس الحاجة بالنسبة للتلميذ في القسم، ما غيفهمش الدرس إلا انت عطيتيه معلومات مفرقة، خاصو يشوف الدرس كامل بمعنى الإدراك الكلي باش أنه يستوعب. باش أنك تفهمها مزيان، العالم كوهلير دار واحد التجربة هربانة بزاف، سد على واحد القرد جيعان وعلق ليه البانة للفوق وخلى ليه صنادق وعصا. القرد بقى كينقز عشوائيا باش انه يوصل للبنان، ولكن والو ما وصلش ليه، وعيا وهو يجلس كيشوف في المجال كامل. وفجأة ضرباتو الفيقة وركب الصنادق وجر البنان بالعصا. وهذه هي ديك اللحظة ديال فهمت القالب اللي كيطيع عليك دقة وحدة، هي اللي سموها العلماء بالاستبصار. شكون فيكم اللي كيكون واحد في شي تمرين حتى كيخليه يمشي للقهوة عاد كيطيع عليه الحل؟ كتبوها ليا في التعليقات نشوفوا شحال من واحد. وهاد النظرية عطاتنا قوانين زوينة كيشرحوا كيفاش دماغنا كيخدم لا شعوريا. أول قانون وهو التشابه والتقارب، بمعنى الحوايج اللي قراب لبعضياتهم ولا كيتشابهوا في اللون والشكل دماغنا كيحسبهم مجموعة وحدة. والقانون الثاني هو الإغلاق، وهذا هو المفتاح. مثلا إلا رسمت ليك شي دائرة وخليتها ناقصة من واحد القنت، دماغك بوحدو غيكملها، بمعنى أن دماغنا عزيز عليه شي حاجة كاملة وكيكره الحوايج اللي هي ناقصة. ودابا غنطويو هاد الصفحة ديال الجشطالتية وغندخلو عند العالم بياجي والنظرية ديالو البنائية. وراه غير من سميتها باينة، بمعنى أن المعرفة راه كتبنى. واش تقدر تبني الضالة وانت مازال ما درتيش الساس؟ طبعا لا، مستحيل. بياجي كيقول لك باللي التعلم غادي مع العمر والنمو، يعني انك ما تقدرش تقري اللوغاريتم الواحد في التحضيري. علاش؟ حيت دماغه مازال ما بناش الاساس باش انه يفهمو. بياجي عطانا المفتاح ديال التعلم اللي هو التوازن. تخيل معايا شي تلميذ شاف معلومة جديدة وما فهمهاش، اكيد كيتبرزط وكيتوتر، وهذه سميتها لا توازن. وباش انه يرجع يرتاح كيدير واحد جوج حوايج. الاولى وهي الاستيعاب، اي انه كيحاول يدخل المعلومه لدماغه بالزز ويفسرها بشنو كيعرف. وثانيها وهي التلاؤم، يعني انه كيبدل طريقه التفكير ديالو باش انه يفهم المعطيات الجديده. وبطبيعه الحال مني كيفهم راه كيرتاح وكيرجع ليه التوازن، وهكا التلميذ كيتعلم. شفتوا شحال سهله؟ احنا فهمنا الجشطالتية اللي هي الصورة الكاملة، وفهمنا البنائية اللي هي البناء دقة دقة، ولكن هذا النمو اللي هضر عليه بياجي راه قسموا لواحد المجموعة ديال المراحل خطيرة جدا، وكل مرحلة عندها مميزات خاص أي أستاذ يعرفها باش أنه ينجح في المقابلة الشفوية أو حتى في الامتحان الكتابي. وهذا الشيء بالضبط اللي غتشوفوه في الفيديو الماجي إن شاء الله. بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم كاع اللي غيدوز مباراة التعليم، والدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم. وبقلبي مسكن أنتم به، ضاق عن وجدي بكم رحب الفضاء، لا أبالي شرقه من غربه، فأعيد عهد أنس قد مضى، تعتق عنيكم من كربه.